ملياردير امريكي اسمه بول جيتي اتصنف كواحد من اغنى اغنياء العالم، وفي نفس الوقت اتصنف كاكتر راجل بخيل في العالم. سنه 1973 عصابه من عصابات المافيا في ايطاليا خطفوا حفيده اللي كان عنده 16 سنه وطلبوا فيه فديه 17 مليون دولار. بس بول رفض تماما انه يدفع الفلوس، ورد عليهم رد ما توقعوهوش خالص. بول قال لهم ان انا مش فارق معايا خالص لان انا عندي 14 حفيد تاني، فلو عايزين تقتلوه اقتلوه. العصابه حاولت معاه كتير جدا لحد ما خفضوا الفايده ل 3 مليون دولار، وبرضه رفض ان هو يدفعها. بعد كده العصابه بعتت لواحده من الجرايد المحليه ظرف فيه ودن الشاب بعد ما قطعوها، وهددوا ان هم هيقطعوا بقيه جسمه لو الراجل ده ما دفعش الفديه، وبرضه رفض يدفع حاجه. المحاسب بتاعه اقنعه ان هو ممكن يدفع 2 مليون و200 الف دولار في مقابل ان هو هيخصمهم له من الضرايب، وبرضه رفض. بس بعد محاولات كتير من عيلته اقنعوه ان هو يدفع المبلغ في مقابل ان ال 800 الف دولار الباقيين هيحسبهم على ابنه قرض بفايده 4%. الراجل ده بيقولوا ان من كتر بخله كان حاطط تليفون عمومي في القصر بتاعه عشان ما يدفعش فواتير تليفون. بس يا سيدي، وكده يبقى خلص الكلام. سلام.